السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أخواتي في فيديو جديد. اقتراح ديال اليوم غنحضر معكم واحد التحلية اللي كتجي أكثر من رائعة. تحضروها للضيوف ديالكم أو للعائلة ديالكم الصغيرة، كتجي تحمق أخواتي في اللذة ديالها، عجيبة جدا. كنصحكم بقوة أنكم تجربوها لأن فعلا كتستحق التجربة. ندوزو نكتشفوا المقادير والطريقة ديال التحضير على بركة الله. فبالنسبه للمكونات غادي نحتاجو هنايا كطبقه اوليه غنحتاجو ليها 500 مليلتر من الحليب، بسكوي نتاع التيراميسو. هذا البسكوي طويل اللي تقدروا تعوضوه باي بسكوي متوفر عندكم. 3 ديال المعالق نتاع السكر. غنحتاجو هذا الفلون ديال كواخادا، ممكن تعوضوه عفوا بفلون ديال تشينو، غير هو غيعطيكم لون مختلف وايضا شويه مذاق كيكون مختلف. وغادي نحتاج 200 مليلتر من كريم السائله. هادو هما كل المكونات. غندوزو للطريقه على بركة الله. في واحد كاسرونه غادي نديرو السكر مع الفلون. بالنسبه للفلون هنايا درت 2 ديال الساشيات. فهاد الفلون كيجي في هاد التحليه رائع جدا، متوفر بزاف يعني عند الناس اللي كيجيبوا الحوايج ديال الشمال. غادي نديرو 200 مليلتر من الكريمه السائله، وغادي نخلطوا جميع المكونات وعلى نار هادئه مع الاستمرار في التحراك. وايضا كنضيفوا اكيد الحليب، 500 مليلتر من الحليب. فهنا مع الاستمرار في التحراك حتى الخليط ديالي غادي يبدا في الغليان كي غادي تشوفوا معايا. فبالنسبه للفلون ديال الكواخاطه اخواتي، لما توفرتوش عليه ممكن جدا تعوضوه بفلون ديال التشينو. غديروا 2 ديال الساشيات ايضا، غير هو غيعطيكم اللون هكا مايل الصفوريه. والطعم نتاع الفلون تاع التشينو كيكون شويه تاني مختلف يعني على هاد الفلون. فحتى كتحصلوا على هكا يعني يبان لكم فقاعات عاد باش كتطفيو على النار. هنا غادي نجيبوا المول ديال الفلون. فمهم اي مول بغيتو تحضروا فيه هاد التحليه. كنديروا هنايا نص نتاع كميه نتاع الخليط. غادي ندير هكا في الوسط هاد البسكوي باش هكا يتشرب معايا مزيان مزيان. فبغيتو باش هكا يجي شارب مزيان داك الفلون. ممكن حتى ديروا الكميه نتاع الخليط كامل عاد باش غادي ديروا البسكوي من الفوق، ماشي مشكل. فهو اصلا يعني من بعد راه غادي يطلع معايا، غير هو انا غرضي انه يتشرب لو ماكسيموم. فانا غادي نخوي الكميه اللي تبقات هكا من فوق البسكوي باش يتشرب ليا. فصدقوني اخواتي هاد التحليه سهله جدا وكتجي لذيذه لذيذه، ما تشبعوش منها. غير جربوها على ضمانتي. فهنايا صافي خويت ديك الكميه كامله. غادي نزيد واحد الحبه نتاع البسكوي في واحد الفراغات اللي بانوا ليا. صافي هنا غادي نخليها حتى تجمد معايا هاد الطبقه الاوليه، سواء هكا تخليوها غير يعني في سطح العمل او تدخلوها للثلاجه. هنا غادي نديرو الطبقه الثانيه. غادي نحتاجو ليها ايضا 500 مليلتر من الحليب، كيس من فلون كواخادا اولا ديروا فلون ديال الشينوا ديال الدرهم. غادي ندير السكر 2 معالق ونص. والمقادير كلها غادي تلقاوها اخواتي في صندوق الوصف ان شاء الله. فهنايا غادي نشعلوا على النار وغادي نبدا في تحراك المكونات حتى يبدا الخليط في الغليان معايا. غادي نضيفو من بعد الشوكولاته. فحتى كيسخن هنايا معايا الفلون وكيبدا في الغليان عاد باش كنضيفو ديك الشوكولاته. ديروا 40 حتى ل 60 غرام اولا حتى ل 100 غرام، ما كاين حتى شي مشكل. بالعكس كيضيفها لذة عجيبه لهاد الطبقه. فهنا كنضيف الشوكولاته ديالي. وشحال ما درتو كميه نتاع الشوكولاته فكتجي غنيه هاد التحليه اكثر وكتجي مميزه. ففي الطبقه الاوليه درنا الكريمه السائله هي اللي عطات داك القوام للتحليه، والطبقه الثانيه درناها بالشوكولاته هي اللي غادي تعطي داك القوام الكريمي. وكتجي هكا التحليه تحسوا بها قارطه راسها ولكن في نفس الوقت كريميه. فهنا غادي نجي نخوي هذا الخليط ديال الطبقه الثانيه مباشره ايضا على الطبقه الاولى من بعد ما الطبقه الاولى جمدت معايا تماما. وهنايا غادي نضيف ايضا بسكوي ديال التيراميسو من الفوق. ممكن تعوضوه بسكوي ديال الماريا او لا اي بسكوي موجود عندكم اخواتي، ما كاين حتى شي مشكل.
ولكن هذا كيتشرب معكم مزيان مزيان وكيجي احسن الا كان متوفر. فهنايا بالنسبه للبسكوي يعني درتو حتى خويت الكميه نتاع الخليط السائل كامل. ولكن هنايا غادي تشوفوا معايا واحد استيس بالنسبه الا بغيتوا تخويو الكميه ديال السائل في الاول، فكتبقاو هكا يعني بشي فرشيطه ولا بشي حاجه هكا، تبقاو هكا تغطسوا داك البسكوي باش يتشرب معكم مزيان مزيان. كتغطسوا حبه بحبه هاد البسكوي باش يتشرب من داك الصوص، وتجي التحليه ديالكم لذيذه بزاف بزاف. وداك البسكوي كيجي هكا يعني شارب، ما كيجيش قاصح وسط التحليه. صافي، ونفس الشيء غادي نخلي دابا التحليه ديالي حتى تبرد في درجه حراره المطبخ، ثم غادي ندخلها للثلاجه حتى غادي تبرد معايا مزيان مزيان، واحد المده نتاع 2-3 السوايع على حسب الثلاجه ديالكم، وكتكون واجده. فهنا بعد ما بردت معايا تماما، فبالنسبه قبل ما هكا نحيدها من المول كنحاول هكا نحيد دوك الجوانب بهذه الطريقه باش نسهلها يعني عليها باش تنزل دغيا في الطبسيل او في الطبق ديال التقديم. فبكل سهوله كتهبط بهذا الشكل في الطبق ديالنا. وبالنسبه للتزيين كيبقى لكم حريه الاختيار اخواتي فيه في طبيعه الحال. بالنسبه لي غادي ندير واحد رشه من بودره ديال الحليب من الفوق، كتعطيها واحد زعما هكا واحد الشوفه زوينه بزاف هكا يعني بالخصوص هكا تشوفوه المنظر ديالها يعني في الواقع كيعطيها واحد المنظر اللي هو زوين بزاف بزاف داك بودره نتاع الحليب، وحتى الطعم كيكون لذيذ في طبيعه الحال. فكي كتشوفوا معايا كتجي على هذا الشكل. وهنايا غادي نقطع لكم باش تشوفوا القوام ديال التحليه. فهذه تحليه اللي زوينه تحضروها هكا للضيوف ديالكم، يعني ترافقوها مع الديسير، شي حاجه ممتازه كتكون بهذا الشكل كي كتشوفوا معايا. وهذا هو القوام ديال التحليه، كيجي هكا قابط راسو ولكن كريمي اخواتي. بالنسبه للتزيين الاخير غادي نزينها انا بشويه الصوص نتاع الشوكولاته وايضا الصوص نتاع الكراميل، وكيبقى لكم نتوما حسب الذوق وحسب الاختيار ديالكم. ممكن تكتفيوا بها فقط بحال هكاك يعني مع داك الرشه نتاع البودره ديال الحليب، فكتجي في قمه الروعه اخواتي. كنصحكم بشده تجربوها لان فعلا كتستحق التجربه، ونستنى التجارب ديالكم في المواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك او لا انستغرام. وانستغرام بالخصوص اخواتي لانني هو اللي كنكون فيه حاضره دائما. وكنتمنى انها تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات وافكار ووصفات جايه ان شاء الله. مع السلامه.